الشيخ أبو إسحاق الحويني بيحكي إن في شاب عندهم مشلول على كرسي متحرك، فضل أكتر من 10 سنين يتعالج ويدعي ربنا إنه يشفيه، وبالفعل ربنا شفاه وسافر إيطاليا، وهناك اتحول من شاب ملتزم لشاب سكير بيرتكب كل المعاصي ومات من جرعة مخدرات، فكان الشلل في مصلحته. واحد صاحبي كان بيحب واحدة وأهله رافضين يتقدم لها، فشرب سم عشان ينتحر ولحقوه في آخر لحظة، وبالفعل اتجوزها، ما كملش معاها 8 شهور وطلقها. واعرف واحد تاني اتجوز واحدة ما كانش بيحبها لأنه كان بيحب غيرها، بعد الجواز لقى في حاجات عجبته فيها وعايشين حياة ما شاء الله عليها سعيدة. أنيس منصور كان مسافر سفرية مهمة في أمريكا، وقبل ميعاد الطيارة بساعات أمه تعبت فاضطر يلغي سفره، ورجع من المطار متضايق. بالليل بيتابع الأخبار عرف إن الطيارة وقعت في المحيط. ربنا قال: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ربك حكيم خبير عارف إيه اللي يحصل في مصلحتك، ولو حتى أنت شايفه شر ليك. يمكن الجوازة اللي هتموت عليها دي فيها شر ليك، ويمكن المرض جالك عشان يمنع عنك أي شر ويدخلك الجنة، ويمكن منعك من الخلفة عشان ما يجيلكش ولد عاقي يكرهك في نفسك، ويمكن خد منك حاجة عشان يعوضك باللي أحسن منها وفرحتك وقتها تزيد، أو ياخد منك حاجة عشان تعرف قيمتها فتحافظ على غيرها. خليك فاكر دايما مع كل حاجة بتحصل لك: والله يعلم وأنتم لا تعلمون.